السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في اتم صحة واحسن حال، اللهم امين. النهاردة فيديو جديد وروتين جديد. لو لسه اول مرة بتشوفيني، انا خلود ودي قناتي. اتمنى تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان خاطر يصلك مني كل الفيديوهات. وحبايب قلبي بقى كده اللي بيكتبوا لي كومنتات حلوة زيهم، متابعيني، بسلم عليكم كلكم بجد. وحشتوني جدا جدا. عارفة ان انا غايبة كده بقالي كام يوم، ما بنزلش فيديوهات، بس لظروف بقى كده هتعرفوها دلوقتي. بس قبل اي حاجة، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير علشان خاطر القناة تكبر كده ونبقى عيلة مع بعض. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا والله. انا عارفة ان انا غايبة عنكم بقالي كام يوم، بس يا بنات كان عندي ظروف كده، وانا ما بغيبش عنكم غير لما يكون عندي ظرف طارئ. يعني لما تلاقوني ما بنزلش فيديوهات، خشوا كده اسألوا عليا على الانستجرام او على الفيسبوك. وعايزه اقول لكم ان في ناس ياما دخلت كلمتني، وانا يا بنات كنت عامله كده عمليه لبنتي. ادعوا لها ربنا يشفيها ويعافيها. يعني كان دور عمليه كده لبنتي مع دور تعب لابني، فالحمد لله الحمد لله. هم دلوقتي بقوا احسن كتير عن الاول يعني. عايزه بقى اقول لكم ان انا فرشت الشقه كلها، ومعايا فيديوهات والله المفروض كنت انزلها، بس ما بعرفش امسك التليفون نهائي علشان طبعا انتوا عارفين بقى ايه جو العمليه. لازم بقى ابقى قاعده جنبها وجنب انس برضو، لان كان في دور برد كده اللي ماشي في الجو. عايزه اقول لكم يا بنات الدور ده كان صعب قوي. هو مازال يا عيني معاه كحه جامده، بس الحمد لله. نخش بقى كده النهارده على الروتين بتاعنا. هو روتين الريسبشن. عايزه اقول لكم هو روتين تنظيفات عميقه للشتاء. انا هنا يا بنات بفك في الشيلة بتاعت الانتريه بتاعتي. عايزه اقول لكم ان انا الشيلة بتاعتي عاملاها منفصله، مش لازقه يعني في قلب الانتريه، متصله. فبصراحه الشيلة اللي هي المنفصله ديت مريحه جدا جدا، غير لما تعملي الانتريه كده الشيلة ما تعرفيش تغسليها. انا هنا بفكها وبغسلها في الغساله على دوره غسيل خفيف، يعني مش تقيل علشان برضو ما تتهلكش. وكمان انا عندي الانتريه مش مهلوك نهائي علشان انا ما بقعدش فيه. يعني انا على طول قاعده في اوضه الركنه جوه، ما بقعدش في الانتريه خالص. ف قلت برضو من ضمن التنظيفات، عايزه اقول لكم ان هو نضيف، يعني هو متطرب شويه، بس الشارع بتاعته والله نظيفه. بس قلت من ضمن بقى التنظيفات العميقه، طالما انا هنضف كل حاجه يبقى بقى ايه اغسله بالمره. وعايزه اقول لكم على حاجه برضو، انا ما بغسلوش على طول، يعني مش عماله على بطال علشان خاطر القماش ما يتهلكش. نزلت بقى شلت كده قصدي الشلت كلها. وهنا بقى بوريكم، بصوا يعني متطرب حاجات خفيفه خالص. هقول لكم دلوقتي كمان على خلطه كده تغسلوا بيها الانتريه، بجد بترجع الانتريه جديد تماما ونضيف جدا يا بنات. بصوا، انا بحب اجيب من مايوي، منظف كده بتاع مايوي بتاع المفروشات. بيرجع المفروشات، ما بحطش عليه اي حاجه خالص غير شويه ميه فتره. وبجيب كده فرشه كده تكون ناعمه، ما تكونش خشنه برضو، او سفنجه ناعمه. او اقول لكم ايه بصراحه، ساعات بعمل مثلا فردة شراب ولا حاجه، اي قماشه تكون ناعمه علشان خاطر ما تهلكيش القماش. تمام. وحطيهم كده واغسلي بيه الانتريه وشغلي عليه المروحه، بس طبعا بقى ايه يعني ما تغرقهوش ميه، تمام، علشان خاطر برضو ريحته ما تكمكمش. بيرجع يا بنات الانتريه جديد، حرفيا جديد. انا عملت الخلطه دي لكراسي السفره وللانتريه، رجعت كله جديد وزي الفل، وشال اي بقع فيه. وزي ما بقول لكم الشيلة بقى اللي هي الكياس بقى بتاعت الانتريه اللي هي بتاعت الشلتة دي، بشغل عليها الغسالة على دورة خفيفة، وما تكونش برضو مية سخنة، لان المية السخنة برضو بتبوظ كده المفروشات. وبنشره برضو كده في الشمس، يعني ما بياخدش حوالي ساعة وبيطلع زي الفل. هنا بقى كده كنت لميت السجاد، هوديه دراي كلين علشان خاطر يغسله. انا ما بغسلش بصراحه سجاد في البيت خالص، لان لا صحيا ولا في مكان ان انا اغسله فيه بصراحه. فبوديه كده دراي كلين بيرجع لي جديد وزي الفل.
هنا بقى بوريكم كده بكنس. على فكره عايزه اقول لكم على حاجه، انا كنست الريسبشن كله بالمكنسه دي، بس عايزه اقول لكم على حاجه، المكنسه الكهربائيه جميله جدا 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 في شفط التراب السيراميك وكده. بس انا علشان خاطر ما كنتش لسه غسلت الانتريه فقلت اكنس بالمكنسه العاديه يعني، بس انا نادرا نادرا لما بكنس بيها بصراحه. المكنسه بتشفط كده التراب على طول وبتكون احسن منها يعني. زي ما بقول لكم بقى، هنا انا بكنس الانتريه وهمسح كمان الارض معاكم. بس بصراحه ما جبتش معاكم الانتريه وانا بغسله. زي ما بقول لكم بقى، انا مستعجله وكمان كنت سايبه عيالي عند ماما، فعلشان كده اخلص كان معايا ايرين بس سايبه انس، فعلشان خاطر اخلص كده وانجز قلت ايه مش هصور معاكم كل حاجه يعني، بصور معاكم كده حاجات بسيطه اهي تشجعكم برضو. وعايزه اقول لكم ان انا خلصت النيش، يعني انا خلاص خلصت الشقه كلها ونزلت كمان الستاير التقيله. بصوا يا بنات، ما تفضلوش برضو تغسلوا في حاجاتكم وتهلكوا فيها علشان الحاجه بتتهلك. يعني لو الحاجه مثلا نظيفه، انا الستاير التقيله بغسلها مثلا مره في العيد الصغير، في العيد الكبير ما بغسلهاش بصراحه، لان خلاص يعني الفرق ما بين العيد الصغير والعيد الكبير تقريبا بيبقى شهرين ولا حاجه، فما بتبقاش يعني لحقت ان هي ايه يجيلها اتساخ وكده. يا دوبك بس بنفضها كده بالمكنسه. في عندي فرشه يا بنات في المكنسه مخصصه للمفروشات، فبصراحه بتخليلي المفروشات والانتريه كل الحاجات دي بتخليها زي الفل. اصورها كده معاكم في مره وتقولوا لي بقى ايه عندكم الفرشه دي ولا لا. وتقريبا هي بتتباع يعني عند اي حد بيبيع قطع غيار للمكنسه. هنا بقى كده جبت شويه كلوريكس. كان نفسي قوي قوي كده اكب ميه في الارض بقى زي ما كنت بعمل، بس بصراحه مش قادره خالص، لان انا برضو كنت شامه كده منهم دور البرد، فمش هقدر. والميه عندي الميل للاسف بيطلع على البلكونه ما بيخشش على الحمام، فبتبقى بهدله. فقلت كده ايه هلمع الارض علشان خاطر لما اغسل الانتريه ما يكونش فيه تراب ولا اي حاجه في الارض ويبوظ اللي انا عملته كله. قولوا لي بقى كده، خلصتوا تنظيفات الشتاء ولا لسه ما بداتوش اساسا؟ في ناس لسه ما بداتش، في ناس بتقول لا انا هعملها على شهر 11 علشان خاطر يبقى الشهر اللي بعديه رجب، فنبقى عملنا بقى ايه التنظيفات العميقه رمضان وكده. فانا بصراحه عملتها بدري، يعني انا عملتها في الوقت اللي يناسبني انا، علشان خاطر انا حسيت ان كل حاجه لا هي خلاص الشقه عايزه تتنضف، عايزه كل حاجه تتنضف تنظيفات عميقه. وعايزه اقول لكم يعني ان الترويق ما بيخلص، يعني انت لو وقتي برضو ترويقه عميقه برضو هتشيلي في مره مثلا وتمسحي وكده، لا يعني هو التنظيفات ما بتخلص. هنا بقى كده انا بوريكم ان الجزئيه كده بتاعت الانتريه، وعايزه اقول لكم ان انا جريت الترابيزه ديت برضو، ترابيزه الانتريه وعملتها. هنا بقى هقول لكم على سر بقى كده خطير. بصوا الفرن بتاعي واصل لمرحله سيئه جدا جدا، وانا بصراحه قرفت جدا من منظره وما كنتش بستخدمه وقرفانه منه. وفي نفس الوقت فرن البوتاجاز عندي كبير قوي، فان انا اشغله مثلا علشان خاطر صينيه مكرونه صغيره، علشان خاطر مثلا صينيه فراخ برضو صغيره، يعني انا طبعا كبير يعني بصراحه بحس لا انا عايزه حاجه صغيره وانا قرفانه من المنظر ده. فجت كده في بالي فكره وعملتها، وانا بكلمكم دلوقتي بعد كمان ما عملتها وشغلته بقالي فتره طويله، لان الفيديو ده كان متصور من حوالي مثلا شهر او شهر ونص، فانا حطيت لكم المقطع دوت مع التنظيفات يعني. الفرن يا جماعه شغال زي الفل خالص ومفيهوش اي مشكله، والريحه بس كده طلعت اول ما شغلته، وبعد كده ما عملش اي ريحه في الاكل خالص. هنا كان عندي شيكرتون علشان خاطر مش عايزه الرش يطلع بره. انا جبت رش بقى كده من عند اي حد بيبيع بويات، البوهيه والبويات والحاجات دي. قلت له عايزه رش انت عايزه سيلفر عايزه ابيض، في كذا لون يعني، بس انا جبته سيلفر عشان هو كان الفرن لونه سيلفر. ده الحل الوحيد بصراحه اللي وصلت له للفرن، علشان انا كنت بدور على حد يغير لي الصوجه اللي جوه دي، لان الفرن شغال معايا زي الفل ما فيهوش حاجه. بس زي ما بقول لكم انا قرفانه من المنظر دوت. تمام.
فجبت كده الرش ده كان عامل حوالي 80 جنيه. وبصوا بقى، بصوا بقى المنظر، بصوا بقى الفرق. يعني اكني رحت اشتريت فرن جديد بحوالي 80 جنيه. جددت الفرن بتاعي وخليته زي الفل، والمنظر اهوت بقى تمام. بصوا بقى انتوا هتشغلوه